فتة مصري خطيرة جدا. الفتة من الحاجات البوبيلر جدا عموما في الشرق الأوسط كله، مش بس عندنا في مصر. وهي بتختلف من بلد للتانية، ومن محافظة للتانية، ومن مطبخ للتاني، ومن عيلة للتانية. أعتقد الفتة كمان من الأصناف اللي مفيش عليها يا أخي بنتي بتندى عليا معلش. معلش بعتذر عن هذا العطل الفني. بنتي برضو بتحب الفتة قوي، كلنا يعني بنحب الفتة. انا هعملها النهارده معاكم بالطريقه بتاعت بيتنا، الطريقه دي بتاعت جدتي. اعتقد دي الطريقه برضو اللي هي منتشره في القاهره قوي. الفتة بتختلف من محافظه لمحافظه برضو. انا اهلي من العريش، برضو ليهم طريقه تانية بيعملوها بيها في منتهى الجمال، يمكن اعملها معاكم برضو بعدين. انا هنا بدأت باللحمه. اللحمه دي هي عرق فليتو صغير، يمكن اصغر عرق فليتو في العالم. وعلى قدي انا وجوزي وبنتي. بس هو يعني يفضل يكون موزة في الفتة. بس هي دي اللي كانت موجودة عندي. شوحتها الأول على نار حامية قوي، وحطيت معاها توابل كتير أنا كاتباها. التوابل برضو جزء كبير منها بيبقى على مزاجكم واختياركم، بس أنا شايفة إن الكومبينيشن دي لطيفة قوي مع بعض، وفعلا بتطعم المرقة وبتطعم اللحمة. بستنى لغاية ما بتاخد لون قد ما بقدر من كل الاتجاهات. وبحط مية مغلية وبوطي عليها النار، وبسيبها. انا سبت دي ساعة ونص، يعني انا من الناس اللي بتحب اللحمة تكون مهرية، ناخد وقتنا فيها خالص. الرز الابيض بقى، هي الفتة دي عبارة عن رقات 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 زي الكشري. فهي سهلة، بس هي المشكلة ان احنا بنفضل نعمل حاجة على جنب ده وحاجة على جنب ده. فاحنا دلوقتي هنعمل الرز الابيض، برضو الرز الابيض العادي جدا انا عملته احتياطي لو فينا حد مش بيعرف يعمل رز. لكن هي بنشوحه الاول في شوية زبدة وزيت او شوية سمنة من اختياركم. انا دول كانوا كوبايتين رز تقريبا مغسولين كويس، وحطيت معاهم واحدة ورقة لورا واتنين حبهان. لما خدوا تشويحة حلوة نزلت عليهم قد الرز مية، وبستنى لغاية ما يغلي واوطي النار واغطيه لمدة ربع ساعة. دلوقتي الفتة في مصر كانت بتتعمل زمان بحاجة اسمها عيش مفقع، العيش ده مش موجود. فاحنا هنبدله بالعيش البلدي العادي، هنقطعه مربعات، كان زمان بيتقطع بالايد. هنقطعه مربعات دي قطة، معلش ثانية واحدة. بعد ما بنقطع العيش كله مربعات ممكن نقليه في زيت، ممكن نشوحه يعني نقلبه في شوية زيت وندخله الفرن، ودي الطريقة اللي انا عملتها عشان تبقى اخف شوية من ان هو يتقلى في الزيت. او زمان ما كانوش بيعملوا فيه حاجة، وما كانوا بياخدوا العيش زي ما هو، يسقوا بيه المرقة، يعني يسقوه بالمرقة وخلاص كده. بس يستحسن نحمصه، لو متحمص بيبقى احلى. هنعمل بقى صوص الطماطم بتاع الفتة. اصولا الثوم بيتشوح الاول في شويه سمنه، بس انا عوضت عن الخطوه دي ان انا خلطت الثوم بالطماطم على طول، لان كده بتبقى حاميه قوي، وهو اوريدي داخل فيها دهون كتير، ومش لازم الواحد لما ياكلها يفطس. فجربوا تعملوا الصلصه بتاعتي كده كله مخلوط ببعضه، وبعدين بتستوي على النار مره واحده، هتطلع اخف كتير ومش حاميه قوي زي اللي هي العاديه. انا كده خلطت كله على بعضه في الخلاط، وبعدين بحطه على النار وبزود عليها معلقتين معجون طماطم، وبسيبها على النار لمدة من ربع لتلت ساعة، لغاية مش هقول تتسبك بقى، لان عشان تتسبك لازم يكون فيها دهون، لغاية ما تستوي، لغاية ما الطماطم اللي فيها تستوي. ولونها يغمق قوي. انا طبعا بغطي عليها وبنساها، وبعد شوية ده كده كان بعد 10 دقايق، يعني انا حسبتها 10 دقايق كمان. لونها كمان بيبقى احلى من كده. دي اضافه بقى انا واخداها من المطعم، من المطبخ سوري السيناوي، اللي هو مطبخ العرايش. يعني هما بيحبوا يحطوا على الفتة زي مهروس فلفل كده، بيبقى بيدقوه، بس طبعا احنا استسهالا بنعمله في المفرمة الصغيرة. بحط الفلفل وبحط معاه شوية خل وتلات او 4 فصوص توم. وبضربهم ضربة كويسة لغاية ما يتهرس جامد. طبعا لما بيتدقى بيبقى الملمس احسن، بس بياخد وقت. فانا استسهالا عملتها في المفرمه. دي بتبقى اضافه جميله قوي، وبتدي طعم حلو جدا، وفوق كده شكلها كمان بيبقى حلو قوي على وش الفته من فوق. يمكن هي الفته في القاهره مش معتمده قوي الطريقه دي، بس لو جربتوها مش هتندموا، هي اضافه جميله جدا. اخر خطوه خالص في الفته هي الطشه بتاعه الخل والثوم اللي بيتعمل بيها الفته. ممكن نستخدم فيها سمنه، انا استخدمت زبده. اصولا سمنه المفروض، وبحط معلقه توم مهروس، يا دوبك بشم ريحتها. لو خدت لون مش بفضل طعمها، يا دوبك بشم ريحتها، وبعدين ببدا ازود الخل. انا حطيت حوالي زي نص كوبايه.
وبعدين لما بياخدوا زي غلوة على النار ببدأ أزود شوية من المرقة بتاعة اللحمة بتاعتي اللي احنا سويناها. وبعدين بقى خلاص، كده خلاص كل مكونات الفتة بتاعتي خلصت. مش ناقص بس غير ان انا ارصصها في البايركس بتاعي. طبعا اللحمة بتاعتي بحضرها بقى سواء كانت متقطعة اصلا او زي انا بقطعها. بجيب البايركس وبحط فيه العيش اللي اتحمص بتاعنا، وابدأ اسقيه بالطشة بتاعة المرقة والخل والثوم بتاعتي. في ناس مش بتزود مرقة بس انا بفضل نزود المرقة. وبعدين بنحط فوق كده لاير من الرز الابيض اللي عملناه، وبنتأكد ان هو اتوزع صح فوق العيش. وبرضو الرز ده بسقيه من الطشة بتاعة الخل والثوم. مش كل البيوت بتعمل الخطوة دي، بيخافوا الرز يتعجن. بس لا، لو الرز بتاعنا مستوي صح ومفلفل كويس مش هيعجن فوق كده. الطشة بتاعة الخل والثوم والمرقة بتدي نكهة حلوة جدا للرز، وبتخلي طعم الفتة كله متوحد. فيا ريت نجربها بالطريقة دي. وبعدين بنحط على الوش بقى اللحمة بتاعتنا، وبنبدأ نحط عليها برضو صوص الطماطم فوق اللحمة والرز بتاعي. واخر حاجة خالص ببدأ اوزع الفلفل اللي احنا كنا حضرناه من الجناب. بيدي شكل حلو وبيدي شكل جميل. وبكده بتكون الفتة بتاعتنا خلصت. اتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتس. والف هنا.